السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا كده وجود مكان غامض في الكون، مكان غامض لدرجة ان مفيش اي حاجة تقدر تهرب منه، لا ضوء ولا مادة ولا اي حاجة كده كأنها بوابة سرية للغموض اللامتناهي. والعلماء بيعتبروا المكان ده واحد من اعظم اسرار الكون، ولسه لحد دلوقتي بيحاولوا يكتشفوه يوم بعد يوم. النهاردة بقى هندخل في جولة للعالم المجهول ده واللي بيخفي في اعماق وحقائق مذهلة ومرعبة في نفس الوقت. اهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن الثقوب السوداء. لكن قبل ما نبدأ خليني أفكرك بحاجة مهمة جدا بالنسبة لي، إنك تعمل لايك للفيديو ده عشان ينتشر ويظهر لعدد أكتر من الناس، وإنك تعمل سبسكرايب لقناة مسلماينز عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية كلها. ويلا بينا نبدأ. الثقوب السوداء من أكتر الأجسام الغامضة في الكون. العلماء بيدرسوها من عشرات السنين تقريبا، لكن لحد اللحظة دي هي مش مفهومة بشكل كامل. وهي في الواقع مش ثقوب بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنها عبارة عن كتل ضخمة من المادة متكدسة في مساحة صغيرة جدا في الفضاء. ونقدر نقول إن الثقوب السوداء هي وحوش الكون، لأنها ببساطة بتعمل نفس اللي بيعمله أي كائن مفترس. بيبتلعوا أي حاجة بتقرب منهم، وأي حاجة بتدخل جواها بتختفي للأبد. حتى الضوء ما بيسلمش من الثقوب السوداء لما بيدخل جواها. الثقب الأسود في الأصل بيتكون لما نجم كبير جدا يكون في آخر مراحل حياته، ويبدأ النجم وقتها يفقد كل قوته اللي مشغلاه. وبما إن النجوم عبارة عن مصانع طاقة وبتنتج طاقتها من تفاعلات نووية عملاقة، فلما بتوصل لآخر مراحل حياتها بتبدأ إنها تفقد كل طاقتها وبتنهار، وبيحصل انفجار عملاق جدا بينتج عنه كمية كبيرة جدا من الإشعاع بيطلق عليها سوبر نوفا. لما بيحصل الانفجار ده وقتها النجم بيطرد الغلاف الخارجي بتاعه وشوية غازات تانية في الفضاء، وبتستمر عملية الانهيار لحد ما توصل كثافة النجم لنقطة معينة. وقتها بتبقى كثافة النجم وجاذبيته قوية جدا لأقصى درجة ممكن العقل يتخيلها، وعند النقطة دي تحديدا بيتكون الثقب الأسود. ومن الجدير بالذكر إن النجوم العملاقة بس هي اللي بتكون ثقوب سوداء بعد انهيارها. يعني مثلا لو نجم قد الشمس بتاعتنا خلصت طاقته، هيتحول ببساطة لنجم نيتروجيني أو قزم أبيض، مش لثقب أسود أبدا. وعشان الصورة تبقى أوضح للثقوب السوداء وتعرف تتخيله أكتر، بعض العلماء بيشبهوه بالدوامات اللي بتحصل في البحر بسبب العواصف والأعاصير، واللي بتبتلع جواها أي حاجة بتقابلها لدرجة إنها ممكن تبلع سفن كاملة. وأقرب ثقب أسود لينا هو ثقب اسمه جايا بي اتش 1، وده بيبعد عن الأرض حوالي 1500 سنة ضوئية. 1500 سنة ضوئية مش مجرد رقم وخلاص. خليني أقولك إن الشمس بتبعد عن الأرض حوالي 8 دقايق و20 ثانية ضوئية بس. بما ان سرعة الضوء بتساوي 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، فالمسافة بيننا وبين الشمس حوالي 150 مليون كيلومتر مربع، والمسافة دي كلها 8 دقايق ضوئية. فتخيل بقى المسافة اللي بيننا وبين 1500 سنة ضوئية، مسافة رهيبة مش ممكن العقل حتى يتخيلها. في سنة 2019 وكالة ناسا قدرت تلقط أول صورة لثقب أسود، واللي كان موجود في مجرة اسمها M87. والحقيقة إن الواقع غير الصورة اللي ممكن تكون في بالنا كلنا أو حتى اللي لقطتها ناسا، لأن فعلا كلمة ثقب هتحسسك إن ده مكان جواه فراغ كبير ومفهوش أي حاجة، لكن الواقع غير كده تماما. بالنسبة للثقوب السوداء فهي مكان مليان مواد، وتركيز المادة فيه كبير جدا. وعشان تتخيل تركيز المادة جوه الثقب الأسود، العلماء بيحاولوا يضربوا مثال يقرب الصورة شوية لينا. بمعنى انه لو معاك قبضة من التلج الصناعي مثلا، فالقبضة دي وزنها هيبقى حوالي 37 جرام، ولو خدت قبضة من معدن الرصاص وزنها حوالي هيبقى 565 جرام. اما بقى لو خدنا قبضة من المادة اللي موجودة في مركز الشمس، هنلاقي وزنها حوالي 29 ألف جرام. تخيل معايا بقى اننا لو جينا خدنا نفس القبضة من المواد اللي موجودة جوه الثقب الأسود، هنلاقي وزنها حوالي 50 أوكتيليون جرام، يعني 50 وقدامها 27 صفر. فخليك تتخيل التركيز معايا، تركيز مادة رهيب مش ممكن العقل يتخيله. يعني الثقوب السوداء من جواها في كتل عملاقة مضغوطة من المادة، واتسمت ثقوب لأن اللي بيدخل جواها ما بيخرجش أبدا، سواء الحاجة دي كانت صغيرة في حجم ذرة أو كبيرة في حجم نجم أو كوكب مثلا. عشان كده الثقوب السوداء بتتسمى مجال اللا عودة. وأول وأهم مكون للثقب الأسود هو أفق الحدث، وهي الحلقة اللي بتبقى موجودة على حدود الثقب الأسود.
الأسود. أي حاجة هتوصل للحلقة دي لازم وحتما إنها تدخل جواه، وبعد ما تدخل مفيش رجوع ليها خلاص. العلماء بيأكدوا إن عشان جسم يقدر يخرج من الثقب الأسود لازم تكون سرعته أكبر من سرعة الضوء وتكون كتلته صفر تقريبا، وفي الوقت الحالي ومن النظريات الفيزيائية اللي معانا فده مستحيل يحصل. أما تاني مكون من مكونات الثقب الأسود هو نقطة التفرد، ونقطة التفرد دي هي نقطة جوه الثقب الأسود الكثافة والجاذبية فيها بيوصلوا لقيمة لا نهائية، والحقيقة محدش يعرف بالظبط ايه اللي ممكن يحصل عند النقطة دي لأنها حاجة ورا حدود فهمنا الحالي للفيزياء. أما لو جينا بصينا عن كتلة الثقوب السوداء وأبعادها فهنلاقي إنها بتتفاوت بشكل كبير جدا، لكن قطرها وقت نشأتها بيبقى مش كبير للدرجة دي، لكنها بتكبر مع الوقت كل ما بتبتلع حاجة جواها وممكن توصل لأحجام عملاقة. وفي الغالب موجود في مركز كل مجرة من المجرات ثقب أسود عملاق حتى لو لحد دلوقتي لسه ما اكتشفناهوش. لو جينا نبص عن أحدث المعلومات اللي اكتشفها العلماء عن الثقوب السوداء هنلاقي إنهم من فترة مش كبيرة اكتشفوا أبعد ثقب أسود تم اكتشافه، واللي موجود في المجرة اللي اسمها بيطلع قدامك دلوقتي، والمجرة دي بتبعد عن الأرض حوالي 13 مليار سنة ضوئية. أما أكبر ثقب أسود تم اكتشافه فهو ثقب اسمه تون 618، والثقب ده كتلته بتوصل ل 66 مليار مرة من كتلة الشمس، وعايزك تركز في الرقم 66 مليار مرة من كتلة الشمس. أما أصغر ثقب أسود معروف هو كتلته تقريبا 3.8 مرة من كتلة الشمس. كل الثقوب السوداء تقريبا بتلف حوالين نفسها، وأسرع واحد معروف هو الثقب اللي اسمه بيظهر قدامك دلوقتي، والثقب ده تقريبا بيعمل أكتر من 1000 دورة في الثانية الواحدة. الثقوب السوداء العملاقة في مركز المجرات ممكن تطلع جزيئات تتحرك بسرعة كبيرة جدا، لدرجة إن شوية من الجزيئات دي ممكن تتحرك بسرعة قريبة جدا من سرعة الضوء. وواحدة من الاكتشافات اللي اكتشفها العلماء مؤخرا إننا لو استبدلنا الشمس بثقب أسود بنفس كتلتها النظام الشمسي هيبقى أبرد بكتير، وعلى عكس المتوقع كل الكواكب هتفضل في مدارتها ومفيش أي حاجة هتتأثر. الثقوب السوداء مش حاجة نادرة في المجرات، معظم المجرات اللي بحجم مجرة درب التبانة عندها ثقوب سوداء عملاقة. وأما عن الثقب الأسود اللي موجود في مجرة درب التبانة فهو ثقب كتلته حوالي 4 مليون مرة من كتلة الشمس. من المعلومات اللي ممكن تكون غريبة شويتين للبعض إن الثقوب السوداء مش بتطلع ضوء ولا بتعكسه، وده بيخليها فعليا مش مرئية للتلسكوبات، لكن العلماء بيكتشفوها وبيدرسوها عن طريق تأثيرها على كل اللي حواليها، زي مثلا إنها ممكن تبقى محاطة بحلقات من الغاز والغبار اسمها أقراص تراكم، والحلقات دي بتطلع ضوء بأطوال موجية مختلفة منها أشعة إكس. الجاذبية القوية للثقوب السوداء العملاقة بتقدر تخلي النجوم تدور حواليها بطريقة معينة، وعلماء الفلك قدروا يتتبعوا مدارات كام نجم قريبين من مركز مجرتنا درب التبانة وأثبتوا إنها فيها ثقب أسود عملاق، والاكتشاف ده حصل على جائزة نوبل سنة 2020. وواحدة من الحاجات اللي بتساعد العلماء على اكتشاف الثقوب السوداء إن لما الأجسام الضخمة جدا بتتحرك بسرعة كبيرة في الفضاء بتعمل تموجات في نسيج الزمكان أو بتعمل موجات الجاذبية، والعلماء بيقدروا يكتشفوا بعض الموجات دي عن طريق تأثيرها على أجهزة الكشف. ده غير إن الثقوب السوداء بتقدر تشوه الضوء اللي جاي من أجسام أبعد، والتأثير ده اسمه عدسة الجاذبية، والعلماء بيستخدموه ساعتها عشان يكتشفوا الثقوب السوداء اللي مش باينة. الثقوب السوداء مش بوابات سحرية ولا بتفتح طرق مختصرة بين أماكن مختلفة في الفضاء ولا بتوصلك لأبعاد تانية أو أكوان موازية، وبرضه هي مش مكانس كونية بتشفط كل اللي حواليها من مسافات بعيدة، هي بتجذب بس الأجسام القريبة منها، وتأثير جاذبيتها بيكون زي أي جسم تاني ليه نفس الكتلة. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة. ما تنسوا